صباح الخير والجمال على عيون اجمل متابعين في الدنيا. اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده بقى هنعمل اكله عظمه بجد، والله اكله عظيمه. طعم حكايه وتوفير ملوش حل. شايفين الكفته؟ شايفين الكميه دي كمان؟ شايفين كميه الكفته دي كلها؟ عارفين والله بصدرين فراخ بس، وانتوا هتشوفوا دلوقتي في الفيديو بصدرين اتنين بس. طعم حكايه وريحه فظيعه وحاجه كده ملهاش حل. اللي ما عملش قبل كده كفتة الفراخ بالطريقة دي، او بيقولوا عليها كباب فراخ، يعني يا كفتة فراخ يا كباب فراخ، فايته كتير، فايته كتير قوي والله. شوفي الفيديو وجربيها وان شاء الله تعجبك. ولو اول مرة تشوفي القناة بتاعتنا بقى، ما تنسيش تشتركي فيها، وما تنسيش اللايك الجميل للفيديو، وفعلي الجرس كده عشان يوصلك كل جديد. يلا بقى نبدأ مع بعض الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللي معانا ده برغل. ده بقى سر زيادة الكمية اللي احنا ايه هنزودها دلوقتي. ده برغل بنبله ونسيبه ونحطه على جنب. ودول صدرين الفراخ قدامكم اهم. انا جبت صدور كمان، ما جبتش بانيه، عشان ايه؟ يبقى توفير فعلا يعني. بقطعه بقى كده. طبعا انا بليت البرغل وسبته يعني حوالي ربع ساعة كده، تلت ساعة، عشان بس يبقى سهل لما نيجي نضربه. وهنقطع بقى الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قطع بقى الكمية كلها. انتوا عارفين طبعا الفترة دي كل حاجة غالية، فلازم على قد ما نقدر نوفر. ما احنا مش معقول مش هناكل يعني. قطعناها بقى بالحجم ده. انا هجيب الكبه بتاعتي صغيره مش كبيره، فمش تاخد الكميه كلها على بعضها، فاعملها مثلا على مرتين او على 3 مرات. بحطها بقى كده، هي بسكينتين يعني، بتهرسها كويس، بتفرمها جامد يعني. بت... مش عارفه عماله بتلف كده ليه اهو. نبدا بقى نضربها اهي معانا مرتين او 3 مرات، بتديني ايه النتيجه اللي انا عايزاها اهو. ناعمه خالص زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى البوله بتاعتنا ونفضي فيها الايه الفراخ. دي النتيجه بتاعتها. هنحط بقى بقيه الكميه. وانا زي ما قلت لكم انا هعملها على 3 مرات. طبعا بعد ما عملت الكميه كلها، هجيب بقى البرغل بتاعنا، هنشوفه كده، هنصفيه، احطه في مصفى واصفي كل الميه اللي فيه اهو. اتصفى خالص، ما بقاش فيه ميه خالص. هبدا بقى احطه. البرغل ده ربع كيلو. انا بصراحه ما عملتوش كله كمان، يعني عملت مثلا 3/4 كده. ربع كيلو ده ب5 جنيه. هنفرمه بقى في الكبه. انا طبعا ما اقول لكم الاسعار بتاعت الحاجه عشان نعرف ان احنا وفرنا يعني. برضه انا لما جبت الصدور كانت اوفر من البانيه بصراحه اهوت. لا لسه خشن شويه، فمحتاج يتضرب تاني، فهضربه تاني. طبعا انا عشان عامله صدرين فراخ، فانا عملت الايه الكميه بتاعه البرغل دي. طبعا لو انت عامله صدر واحد، يعني لو انتوا اسره صغيره وعامله صدر واحد، بتعملي نص كميه البرغل، يعني مثلا 8 كيلو اللي هو نص الربع يعني، حوالي كوبايه يعني. هنبدا بقى نخلطه على الفراخ بتاعتنا اهو. ما نضربش تاني يعني، مش هحطه بالفراخ تاني في الكبه، لا، عشان ما تبقاش ناعمه قوي كده زي الميه. وهجيب بقى ايه زي ما انتم شايفين ديت، نص كوبايه دي بقسماط، طبعا عشان التماسك بتاع الفراخ. شايفين ده بقى فيجيتار. جبت كيسين حر وعادي، عشان الحر بيبقى صعب قوي، فحطيت لي 2. بيدي طعم جميل جدا. الكيس ده ب2 جنيه ونص تقريبا، يعني برضو ب5 جنيه. حطيت الكيسين كلهم. هنقلب بقى الخليط ده كله كده مع بعضه. بعد بقى ما بنقلب الخليط ونمزجه كده، نمكسه مع بعضه بالشكل ده. هنجيب الحاجات بقى اللي هنحطها دي، اللي هي هتدي ريحة كده وطعم وتحسسك كده ان بجد بتاكلي كباب، مش كفتة فراخ كمان وفيها برغل. هنقطع البقدونس صغير خالص، حتى كان في كذا واحدة دبلانة كده في ربطة البقدونس. انا حطيت ربطة بجنب بحالها يعني. اقطع بقى الكميه كلها صغير خالص واحطها. بعد كده بقى هجيب بصلتين صغيرين او بصلايه كبيره، يعني تبع حجم البصلايه اللي عندك. انا عامله بصلتين صغيرين، وهفرمهم في الكبه واحطهم. طبعا انا عاده بحط البصل في الكفته بصفيه، بعصره يعني، باخد التفل بتاع البصل وايه والميه. لا، انا المره دي حاطه البصلايه كلها بميتها عشان البرغل، عشان تطري معانا البرغل.
يعني تحطي البصلايه كلها عشان خاطر البرغل، ما تصفيهاش من ميتها. وهنجيب بقى قرن فلفل احمر. انا كان عندي الفلفل ده اللي هو فلفل الوان يعني، اللي هو الاحمر والاصفر وكده. ممكن تحطي قرن فلفل احمر، اي فلفل. ساعات كده بيبقى فيه مع الفلفل الرومي قرن محمر كده، او شطه حمراء. هنقطعها برضو صغير خالص، هنقطع القرن كله صغير خالص. ده شكله النهائي بعد ما زهقت من تقطيعه وحطيته في الكبه بصراحه. بجد زهقني، فرحت حاطاه بقى في الكبه. قلبت بقى الخليط ده كله على بعضه. ده شكله اهوت. هنجيب بقى التوابل الحلوه بتاعتك كده، طبعا انتي التوابل اللي انتي بتحبيها. ده توم باودر. لو انتي ما عندكيش توم باودر، مع البصل بتفرمي فصين توم، بتفرميهم في الكبه مع البصل. ودي بابريكا. شويه فلفل اسمر، انا عندي الفلفل الاسمر اساسي في اللحوم والفراخ. وحبه كمون. وزي ما قلت لك كده بقى التوابل الجميله بتاعتك، زي ما انتي بتحبي تظبطي التوابل على الاكل. وده الملح بتاعنا اهو. وحبه زيت بقى، ده كماده دهنيه يعني مش كتير، حوالي ده معلقه صغيره كمان، عشان الصدور بتبقى ناشفه شويه. هنقلب بقى الخليط الجميل بتاعنا ده كله على بعضه. ريحته وانا بعمله كده عايزه تاكليه ني من جمال الريحه وهي طالعه. هعينه بقى في التلاجة، احطه في التلاجة ربع ساعه كده يشد. على بال بقى ما احطه في التلاجة شويه دول، هعمل خلطه كده للايه، لان انا اصبع بيها وادهن بيها وش الكفته. معلقتين صلصه، وشويه زيت، وبصل بودر لو ما عندكيش بصل بودر مش مشكله، وبابريكا، وطبعا فلفل اسمر ده اساسي زي ما قلت لكم، والملح. هنقلبها بقى كلها مع بعضها كده. دي كده جهزت اهي. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا اللي هنعمل فيها الكفته، ونحط فيها شويه زيت بزياده شويه عشان ما تلزقش، عشان هي الومنيوم، لو بايركس او كده ما بتلزقش طبعا. ونجيب، انتوا عارفين السياخ الشيش، او مثلا ظهر معلقه او ظهر فرشه بتاعت بتدهني بيها ديت، اللي انا دي ظهر الفرشه انا كنت دهنه بيها الزيت، وتصبعي عليها. انا جبت سيخين مع بعض عشان ايه يعني يبقوا من السيخ رفيع، بس بعد كده سبت واحد يعني. ليه بقى احنا بنصبع عليها، ما نعملهاش كده؟ عشان تبقى مهويه، يبقى فيها تهويه، ما تبقاش مكتومه. الفراغ اللي في الوسط ده هيخلي صباع الكفته بتاعنا مهوي كده، مش مكتوم. طبعا انا زهقت من الاتنين عشان قرفوني وانا وانا بصبعها، فخدت واحد واديت بنتي واحد تعمل معايا. ايوه، عشان الكميه كانت بجد كترت قوي وقلت لها لا تعالي بقى اعملي معايا. برصها بقى في الصينيه كده. هعمل بقى الكميه كلها وارجع لكم. دي كميه الكفته دي مش كلها، الكميه طلعت صينيتين. هجيب بقى بقيه الدهان بتاعنا اللي احنا عاملينه دوت الصوص ده. هدهن بقى الوش بتاع الكفته. دي بتساعدها ان يبقى لونها حلو قوي وهي في الفرن، وهي طالعه من الفرن يعني. ده اهيت هنسيبها بقى كده، نحطها في الفرن حوالي نص ساعه، لا ممكن اقل، تبع الفرن بتاعك يعني. نعمل بقى شويه سلطه كده للمشاوي جميله كده، واحنا ايه على بال ما تستوي الكفته بتاعتنا. هنجيب معلقتين كمون، وشويه ملح، وليمونتين، نعصر عليهم ليمونتين. دي كده سلطه بتتاكل جنب الكفته المشويه، او اي حاجه مشويه يعني. جنب المشاوي تعمليها جنب اي حاجه مشويه بتبقى جميله جدا. هي سلطه عاديه بس متقطعه كبير شويه. وعصرنا الليمون كده. ودي معلقه بابريكا. وفي حاجه اسمها سماق عند العطار، انا كان عندي بس خلصان، ممكن احطه بدل البابريكا يعني. هنجيب بقى ربطه بقدونس، والطماطم زي ما انتم شايفين مقطعاها شرايح، وبرده البصل اقطعه شرايح. هي عباره عن بصل وبقدونس وطماطم. هنقلبهم بقى على بعض، نقلبهم كويس، ونسيبهم بقى
على جنب كده على بال ما نطلع الكفته، يكونوا خدوا ودوا مع بعض كده ونزلوا ميه طعمها جميل. الكفته طلعتها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ حاجه كده عظيمه. والا بقى الريحه بجد من اول ما بدات تستوي والريحه خارجه من الفرن فظيعه. هنكون بقى مولعين فحمايه على النار، ونحطها بقى، نجيب طبق نحطه في الوسط او ورق الومنيوم او اي حاجه، عشان ايه ما نحطش الفحمه كده مباشره في وسط الاكل. ونحط عليها الزيت ونغطيها. يا سلام على الريحه، كأننا قاعدين عند الحاتي بالظبط. ده الشكل النهائي، ودي الكمية اللي طلعتها من صدرين الفراخ. بجد الكفتة حلوة جدا، طرية خالص، شايفين من جوه جوسي ازاي. وبجد واحنا بناكلها كانت هشة قوي، يعني كل حتى علق على انها هشة جدا، مش مكتومة. مثلا ممكن ايه حد يقول لا ده البرغل هيكتمها، لا ده الحاجة، لا لا خالص خالص خالص. وطبعا الطريقة بقى والحاجات اللي احنا حاطينها لها مديها طعم جميل جدا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حاجة كده عظيمة. والسلطة كمان حلوة جدا وريحتها حلوة. ايه الجمال ده، بجد جميلة جدا. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. طبعا بقى بالنسبة للأبطال اللي قاعدين معايا شايفين الفيديو للآخر، ما تنسوش اللايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها، وإن شاء الله تجربوها وبالهنا والشفا.